عمرك استعملتي السيخ المخصص للشوي الموجود في الفرن ان انت تعملي فيه شاورما في البيت؟ لازم تجربيه، حلوة جدا زي شاورمة ابو مازن بالظبط. وعملنا النهاردة احلى فتة شاورما سوري، وكمان التومية بتاعتنا جامدة جدا، كميتها حلوة جدا، مغذية اقتصادية وسهلة التحضير. مستنية ايه بقى ان انت تعملي لهم الاكلة الجامدة دي في البيت؟ عايزة اقول لكم عملت معايا كمية حلوة جدا، وطبعا مش اول طبق. تابع معايا الفيديو للاخر، هتستفادي ان شاء الله منه. اهم حاجه تنزلي تضغطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل عشان تتفرجي على كل الفيديوهات. ويلا بينا بقى نشوف الطبق اللي زي القمر ده اتعمل ازاي. يلا بينا نسمي الله. عندي بصلايه فرماها واخده منها العصاره بتاعتها، تمام، وتلات ارباع علبه زبادي، وليمونه كامله بالشكل ده. وعندي البهارات بتاعتي بابريكا وملح وكزبره وفلفل اسمر. والابيض اللي انتوا شايفينه دوت منديل خروف، نقدر نستبدله بالليه بتاعت الخروف عادي. تمام. هقلب بقى الخلطه بتاعتي دي كده، واكون عامله محلول نقع لصدور الفراخ عباره عن سكر وملح وليمون وخل، علشان تخلي الفراخ تستوي معايا اسرع وتفضل طريه ما تنشفش. تمام. هنقع بقى صدور الفراخ في الخلطه بتاعتي دي، هقلبها بس الاول عشان تتشرب معايا الخليط دوت. وطبعا هغطيها بستريتش راب وادخلها التلاجة لغاية ما نحضر بقية الوصفة. عندي بقى البصلاية اللي انا عصرتها من العصارة بتاعتها، تمام، استعملت العصارة بتاعتها. هنزل بيها في الحلة، مش هرميها، ما عندناش حاجة بتترمي. عندي البهارات ملح وفلفل اسمر وحبهان وكزبرة وبابريكا، تمام، مش اكتر من كده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي دي على البصلاية. طبعا انا حاطة سمنة بلدي يا جماعة، تمام. هنحط بقى كركم او اصفر الزعفران، تمام. عندي بقى الرز البسمتي غسلاه ومصفياه، وهنزل بيه مع البهارات، ياخدوا بقى تشويحه كده مع السمنه البلدي، هيديني ريحه حلوه جدا. هنزل بقى بالميه بتاعتي المناسبه طبعا لكميه الرز، وهشوف الملح بتاعي مظبوط او محتاج ملح. كده تمام. هنغطي بقى الرز ونسيبه يستوي مع نفسه. تعالوا بينا بقى نطلع الفراخ بتاعتي. انا ما حطيتش دبس رمان في الاول، هضيف لها دبس رمان، تمام. هبتدي بقى انا اقطعها الشرايح اللي انا عاوزاها. عايزه اقول لكم ان الصدور دي سميكه، ما هياش رقيقه. انا مش محتاجاها تبقى رقيقه. كل ما تبقى سميكه معايا كل ما يكون الوصفه ناجحه اكتر. هقطعها بالشكل ده، وهجيب بقى السيخ بتاع الفرن بيبقى من المنظر ده. هرص بقى كده صدور الفراخ وبينها المنديل بتاع الخروف. ما تقلقوش خالص، بيسيح وبيخلي الفراخ بتاعتي طرية وبيديها طعم حلو جدا. هي الشاورما اللي عند الراجل بتتعمل كده، بس طبعا بيحطوا كمية كبيرة من الدهن يعني او من اللية، هي اللي بتديكوا بقى الريحة وبتخليكوا تيجوا من اخر الدنيا على ريحة الشاورما على فكرة يعني. هنقفل بقى كده المقص بتاع السيخ وندخله بقى في المكان المخصص ليه، وهنشغل له الشوايه. بصوا انا حاطه صاج تحت السيخ علشان ما بهدلش الفرن بتاعي. وبقيه الخلطه بتاعتي اللي موجوده معايا كل شويه بدهن بيها كده بالفرشه السيليكون لغايه ما تتشرب الفراخ تتشربها وتستوي. تعالوا بقى بينا نعمل التوميه بتاعتنا. عندي نص كوبايه من النشا عليها كوبايه ونص من الميه، تمام. يعني الميه بتبقى 3 اضعاف كميه النشا. شوفي انت عايزه تعملي كميه نشا قد ايه وزودي 3 اضعاف. هتعملي كوبايه نشا يبقى 3 كوبايات ميه. انا عامله هنا نص كوبايه من النشا عليها 3 كوبايه ونص ميه، تمام. هفضل بقى كده اقلب فيها تقليب مستمر على النار لغايه ما تشف معايا، تبقى اللون بتاعها شفاف. هسيبها تبرد وبعد كده احطها في الخلاط. هنحط عليها ايه؟ هحط عليها ربع كوبايه من الخل، تمام، ربع كوبايه من الخل بالشكل ده. وعندي راس توم كامله فصصتها وحطيتها في الخلاط، تمام. عندي بقى ملح وفلفل اسمر وليمونه.
هي دي التوميه بتاعتنا الناجحه جدا. بقيت علبه الزبادي اللي انتوا شفتوني حطيتها في اول الفيديو مع الخلطه، حطيتها برضو على التوميه عشان تديني كده طعم غني. تقدروا تحطوا طبعا يا جماعه بدل الزبادي لبن عادي، مفيش مشكله. هنحط بس معلقتين من الزيت والخلاط بتاعي شغال تمام كده، علشان يدي التوميه بتاعتي كده قوام حلو ولمعه حلو. شغل بقى الخلاط وهنحط بس معلقتين من الزيت. بصوا بقى التوميه ولا قوامها وريحتها وطعمها حلوه جدا 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 يا جماعه. لازم تجربوا الوصفه دي، سهله جدا. كده الرز يتحضر معايا والتوميه، وكمان الشاورما كانت استوت وطلعناها من السيخ. وعايزه اقول لكم احلى وصفه واحلى طعم، لازم تجربوها ان شاء الله تنال اعجابكم. مع السلامه.